في كائنات حوالينا ممكن تكون صغيرة قوي لدرجة إنها مجرد خلية واحدة، بس الخلية الواحدة دي اللي ما عندهاش حتى مخ قدرت تكون أصغر سفاح متسلسل في التاريخ. النهاردة هنحكي قصة حياة واحد من أخطر الطفيليات اللي عرفتها البشرية. هنتكلم عن البلازموديوم، العقل المدبر ورا مرض الملاريا. طيب عشان الصورة توضح أكتر، حجم الخطورة عامل إزاي؟ الرقم ده هيلخص الحكاية. كل سنة الكائن الميكروسكوبي ده لوحده مسؤول عن وفاة حوالي نص مليون بني آدم. أيوة، نص مليون كل سنة. ده رقم مرعب وبيبين لنا إحنا بنتكلم عن خص مش سهل خالص. فعلا وصف السفاح المتسلسل ده مش مبالغة أبدا. احنا هنا بنتكلم عن نقدر نقول شرير محترف، فنان في التنكر والتمويه، بيغير شكله كذا مرة عشان بس يضمن انه يفضل عايش ويكمل مهمته. طب يلا بينا بقى نتعمق اكتر في رحلة الشرير ده ونشوف بيعمل ايه بالظبط. تمام. عشان نفهم الدراما دي كويس لازم الأول نتعرف على أبطالها أو أطرافها. عندنا الطفيل نفسه، وعندنا العائل اللي بيعيش جواه، وفي كمان شريك أساسي بيساعده في الجريمة بتاعته. المجرم بتاعنا هنا هو البلازموديوم. ده كائن من الأوليات. يعني إيه؟ يعني هو عبارة عن خلية واحدة بس، لكن ما تغرقش بساطته دي لأنها خلية ذكية بشكل مش طبيعي. وسر نجاحه كله في قدرته الخرافية على تغيير شكله وهويته. عامل زي الجاسوس اللي كل شوية يغير شكله عشان جهاز المناعة ما يعرفش يمسكه. وهنا بقى في نقطة مهمة قوي. البلازموديوم ده طفيل بمعنى الكلمة. يعني إيه؟ يعني ما يقدرش يعيش لوحده أبدا. هو محتاج عائلين مش واحد بس عشان يكمل دورة حياته. محتاج جسم الإنسان عشان يبقى مصنع ينتج منه أعداد ضخمة، ومحتاج جسم البعوضة عشان يعمل عملية تطوير جيني وينتشر لناس تانية. في فكرة شائعة غلط عند ناس كتير، إن البعوضة هي سبب المرض. لا، الحقيقة إن البعوضة هنا مجرد وسيلة مواصلات، تاكسي يعني. البلازموديوم بيستغله بعبقرية عشان يتنقل من مكان لمكان، وتحديدا أنثى بعوضة الأنوفلس، لأن هي بس اللي بتحتاج تتغذى على الدم. طيب كده إحنا اتعرفنا على اللاعبين. يلا بينا نبدأ الرحلة نفسها. القصة كلها بتبدأ من لحظة واحدة بس، لحظة ما بعوضة مصابة بتقرص إنسان. من هنا بيبدأ الفصل الأول من الغزو. أول ما الطفيل ده بيدخل جسمنا بيكون في شكل اسمه السبوروزويتات. تخيلوها كده زي صواريخ صغيرة، شكلها مغزالي وعندها مهمة واحدة بس ومستعجلة جدا: تجري في الدم بأقصى سرعة وتوصل لمخبأ آمن قبل ما رادارات جهاز المناعة تكشلها. طب ايه هو المخبأ الآمن ده؟ الكبد. السبوروزويتد دي هدفها الأول والأخير هو الكبد. بتعتبره قاعدة عسكرية أو معسكر تدريب. جوه خلايا الكبد كل سبوروزويت واحد بيعمل عملية تكاثر اللاجنسي اسمها التقطع، والنتيجة بيتحول لجيش كامل ممكن يوصل ل40 ألف طفيل جديد من خلية واحدة بس. تخيلوا العدد. تمام. بعد ما الجيش ده اتكون بهدوء جوه الكبد، البلازموديوم بيبقى جاهز يشن هجومه الحقيقي. هنا بقى بتبدأ المرحلة التانية، المرحلة اللي بتكشف عن خطورته الكاملة. الجنود في الجيش الجديد ده اسمهم الميروزويتات، وده الشكل التاني للطفيل. الميروزويتات بتخرج من الكبد وترجع تاني لمجرى الدم، بس المرة دي هدفها مختلف ومحدد جدا: خلايا الدم الحمراء. اللي بيحصل هنا هو حلقة تدمير متواصلة ومرعبة. الميروزويتات بتغزو خلايا الدم الحمراء، تتغذى على الهيموجلوبين اللي جواها وتتكسر جواها تاني، ولما الخلية تتملي على آخرها بوم بتنفجر. والأغرب من كل ده إن التفجيرات دي بتحصل بشكل متزامن، كأن في قائد بيدي إشارة الهجوم في نفس اللحظة بالظبط. الغريب في الموضوع إن كل اللي حكيناه ده، الغزو في الكبد وتجهيز الجيش، كل ده بيحصل من غير ما الشخص المصاب يحس بأي حاجة خالص. الفترة الصامتة دي اسمها فترة الحضانة. الطفيل فيها بيكون بيجهز قواته في هدوء تام قبل ما يعلن الحرب. وهنا بقى بتظهر أعراض الملاريا المميزة قوي. بسبب إن انفجار خلايا الدم الحمراء ده متزامن، الأعراض بتيجي على شكل نوبات. كل 48 ساعة تقريباً موجة جديدة من الخلايا بتنفجر، وده اللي بيسبب الأعراض المعروفة: رعشة شديدة، حرارة عالية جداً، وبعدين عرق غزير. الدورة دي بتتكرر بدقة زي الساعة، وده بسبب التنسيق العجيب لهجوم الميروزويتات. طبعا جهاز المناعة مش هيسكت، بيبدأ يهاجم بكل قوته. وهنا البلازموديوم بيحس بالخطر وبيفهم إنه لازم يغير الخطة، فبيبدأ ينفذ خطة الهروب بتاعته وبيغير استراتيجيته بالكامل. إيه هي خطة الهروب؟ بدل ما كل الميروزويتات تكمل في الهجوم والتكاثر اللاجنسي، جزء منها بيتحول لشكل ثالث جديد خالص اسمه الأطوار المشيجية. ودي بقى نقدر نعتبرها تذاكر الهروب بتاعته، أشكال ذكرية وأنثوية بتفضل تسبح في الدم مستنية التاكسي اللي ياخدها، اللي هو بعوضة تانية. وهنا بيبدأ الفصل الثاني من رحلة الطفاية، لما بعوضة سليمة تماما تيجي وتقرص الشخص المصاب ده.
وبكده الطفيل بينجح في الهروب وبيلاقي فرصة يكمل دورة حياته في بيئة جديدة ومختلفة تماما. اللي بيحصل جوه البعوضة ده بقى عالم تاني خالص، عملية معقدة جدا ومبهرة. أول حاجة الأدوار المشيجية دي بتندمج مع بعض في معدة البعوضة وتعمل إخصاب وبتكون زيجوت. الزيجوت ده بعدين بيتحول لطور متحرك عامل زي الصاروخ الصغير كده عشان يعرف يخترق جدار المعدة. بعد ما يخترق الجدار بيتحول لمصنع صغير، مصنع لإنتاج آلاف من السبوروزويتات الجديدة. والسبوروزويتات دي هدفها النهائي هو إنها توصل للغدد اللعابية بتاعة البعوضة، وبكده تبقى مستنية وجاهزة تبدأ كل الدورة دي من أول وجديد في ضحية جديدة. طيب، بعد ما شفنا الرحلة المعقدة والمذهلة دي، لازم نسأل نفسنا سؤال مهم: إيه سر نجاح البلازموديوم ده؟ إيه اللي بيخليه صامد وصعب القضاء عليه بالشكل ده؟ الإجابة في استراتيجيته المزدوجة العبقرية. الاستراتيجية بتاعته دي فعلا عبقرية، ليها شقين. في جسم الإنسان بيستخدم التكاثر اللاجنسي، والهدف هنا واضح: الكثرة تغلب الشجاعة، يزود أعداده بالملايين عشان يرهق الجسم ويستنزفه. لكن جوه البعوضة بيغير التكتيك تماما ويلجأ للتكاثر الجنسي. طب ليه؟ عشان التنوع الجيني. التكاثر الجنسي بيخلق نسخ جديدة ومختلفة منه، وده اللي بيخليه يقدر يطور من نفسه باستمرار ويلاقي طرق جديدة يهرب بيها من جهاز المناعة وحتى من الأدوية اللي بنحاربه بيها. المفهوم العلمي اللي بيوصف الخطة الذكية دي اسمه تعاقب الأجيال. يعني إيه؟ يعني على عكس كائنات كثير ممكن تختار طريقة تكاثر واحدة، البلازموديوم حياته مجبرة إنها تمر بالمرحلتين، مرحلة لا جنسية ومرحلة جنسية. هو حرفياً بياخد أحسن ميزة من كل نوع: أعداد ضخمة وقوة هجومية من التكاثر اللاجنسي، وذكاء وتطور وتنوع من التكاثر الجنسي. في النهاية، لما بنبص على دورة حياة البلازموديوم بنكتشف قد إيه العالم الميكروسكوبي ده معقد ومتطور بشكل لا يصدق. وده بيخلينا نختم بسؤال مهم ومفتوح: مع كل العبقرية والتكتيكات دي، هل فعلا ممكن يجي يوم ونقدر نهزم الطفيل ده بشكل نهائي؟ ده سؤال العلم لسه بيحاول يلاقي له إجابة.